عمرك سألت نفسك ايه العلاقة بين حتة الشوكولاتة وبين اللايكات اللي بتجيلك على صورك على السوشيال ميديا؟ ازاي مخك بيبسطك بالحاجتين زي بعض؟ وايه السر ورا العامل الخفي اللي محتاجين نعمل منه شوية ديتوكس كده علشان ما يبقاش هو اللي متحكم في حياتنا؟ حلقة النهاردة هنتكلم فيها على الدوبامين، وازاي الدوبامين ده على قد ما بيخلينا مبسوطين جدا على قد ما ممكن يضيع لنا اهدافنا. يلا بينا. اهلا بيكم حلقة جديدة من بودكاست انت تخنت كده ليه؟ حلقة النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي الدوبامين. اكيد كلكم سمعتوا عن expressions كتير او تعبيرات كتير مرتبطة بيه، سواء بتوصل للمرحلة ان احنا ممكن نبقى مدمنين للدوبامين ده، او ان احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها دوبامين ديتوكس او ننظف جسمنا من الدوبامين. تعالوا مع بعض في حلقة النهاردة نفهم ايه هو الدوبامين ده اصلا، بيشتغل ازاي في العادي وفي الطبيعي. لو احنا عايشين حياة صحية مثالية كان هيبقى وضعنا عامل ازاي، في علاقتنا بالدوبامين عاملة ازاي، ودلوقتي الوضع اللي احنا فيه ده حياتنا عاملة ازاي معاه، وازاي نقدر نرجع للحاجة الاكثر صحة او الطبيعية اكتر في علاقتنا بالدوبامين. يلا بينا. طيب، الدوبامين ده هو نيورو ترانسميتر. يعني ايه نيورو ترانسميتر؟ يعني ناقل عصبي. هي مواد المخ الإنسان بيفرزها علشان يوصل بيها لنتيجة معينة، وتكوينه الكيميائي يعني ممكن لو كتبت دوبامين كده يطلع لك شكل شبه الكيمياء اللي كنا بنذاكرها في ثانوية عامة كده، في بنزين رينج كده وطالع منها حاجات، هو شكله كده، وبيتكون من امينو اسيدز، وليه فورمات معينة او بروسيس معينة علشان يتكون بيها. مش محتاج تعرف كل الكلام ده، محتاج تعرف ان الدوبامين ليه وظائف كتير قوي، ليه أهمية كبيرة جدا 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 في حياتك كإنسان. بيخش في عوامل كتير، منها الحركة. مثلا حركة جسمك أصلا بتحتاج دوبامين، وعشان كده مرض زي الباركنسون أو شلل الرعاش بيبقى مرتبط بنقص الدوبامين في الجسم. فهو مش حاجة كده يعني مش زي المواد اللي بيحصل عليها إدمان، زي النيكوتين، زي الهيروين، الكوكايين، وتافر الحاجات دي. لا، هو حاجة أساسية عشان جسمك ومخك يشتغلوا بشكل مظبوط، وحياتك معتمدة عليه بشكل أساسي. طيب، برضو الدوبامين ده مرتبط عند مخ الإنسان، ومرتبط عند البني آدمين عموما بحاجتين مشهورين جدا جدا جدا، اللي هما البلاجر والريورد، المتعة والمكافأة. فزي ما هنتكلمنا من حلقتين كده على موضوع الانستنت جراتيفيكيشن او الاشباع اللحظي، وفكرة مخك وهو بيدور دايما على المكافأة السريعة وعلى السعادة اللي هتيجي دلوقتي دي، هو بيبقى بيدور على الدوبامين سبايك دي. ايه بقى الدوبامين سبايك دي؟ انت لما بتعمل حاجة حلوة، حاجة فيها سعادة، حاجة مثلا كانت صعبة عليك وأول مرة تعملها، لما بتبقى بتتمرن، وليكن تتمرن رياضة زي رفع الأثقال، أول مرة تشيل وزن كبير، تتمرن نط مثلا وعليت البار اللي بتنط فوقيه وعرفت تنط فوقيه، بتتمرني ووتر باليه مثلا وفي حركة معينة كنتش عارفة تعمليها خالص وبقيتي تعرفي تعمليها، مقاس معين في اللبس عمرك ما كنت بتوصله وفجأة لقيت نفسك بقيت بتلبس لارج بعد ما كنت طول عمرك بتلبس اكس ودبل اكس لارج. اللحظة دي بتاعت الانجاز دي بيحصل بلاجر كبير قوي، بيحصل متعة، والبلاجر ده بيعمل فايرنج للنيورونز في المخ، فايرنج كأنك بجد عملت فاير ووركس، كأنك عملت ألعاب نارية. فالفايرنج ده بيطلع دوبامين كتير كتير كتير، فعندك لو رسم بياني كده عندك دوبامين سبايك، كمية دوبامين كبيرة قوي
طلعت في وقت قليل. علشان تفهم ده بشكل واضح محتاج تفهم حاجة منطقية جدا، ان طالما في سبايك فهو اصلا في ليفل طبيعي من الدوبامين موجود طول الوقت. ممكن اكون نسيت اقول المعلومة دي في الاول، فبس عشان نستبلش ان ده common sense. يعني طالما بنتكلم على سبايك فطبيعي ان في نورمال ليفل اوف دوبامين موجود طول الوقت، لان الدوبامين عنصر اساسي في حياتك اليومية. لما بيحصل حدث جلل بيجلب بلاجر، يجلب متعة وسعادة كبيرة قوي، بيحصل الدوبامين سبايك دي. وعلشان هي سبايك وعلشان الجسم دايما عايز يبالانس، واعتقد اتكلمنا في حلقات قبل كده على حالة الهوميوستيزيس او فكرة ان الجسم يبالانس كل الاحداث اللي بتحصل حواليه ويفضل مستقر. فالارتفاع المفاجئ ده بيقابله هبوط برضو عن الطبيعي، يعني ما بتطلعش فوق وترجع على المستوى الطبيعي تاني، لا بتنزل لتحت شوية. وده خلى علماء النفس اصلا يبتدوا يدرسوا الظاهرة دي، ان لقوا ان الناس لما بتعمل انجاز كبير كان نفسهم فيه وبيسعوا له بقالهم كتير، او حصل على حاجة، اشترى حاجة بيحلم بيها قوي ونفسه فيها قوي، بعد ما بيفرح ويتبسط احيانا بيتضايق شوية. احيانا بعد ما تشتري حاجة كبيرة نفسك فيها قوي تلاقي نفسك الفرحة خلصت ومش بس رجعت لحياتك العادية، لا ده ابتدى يبقى فيه دي. فسروا ده بانك لما عشان المخ يبالانس تاني الدوبامين ليفل ويرجع للمستوى الطبيعي، فهو بينزل عن المستوى الطبيعي ده شوية، وبعد كده يرجع للطبيعي فتعيش في الحياة الطبيعية بتاعتك. فاحنا كده فهمنا الدوبامين سبايك، او ان كل ارتفاع مفاجئ اللي هي السبايك بيقابلها ان هو داون فول، او بيقابلها ان هو بينزل شوية لحد ما يعرف يرجع يستقر. هو الدوبامين ده موجود فين اصلا؟ موجود يعني المخ بيفرزه، وممكن تعتبر ان هو ليه ريزرفوار او ليه خزان. ففي مكان ما متحوش فيه شوية الدوبامين اللي يسمحوا لجسمك يعيش حياته اليومية ويكفوا احتياجاته اليومية ويبقى الدنيا تمام ومستقر. ده الوضع الطبيعي، ده الوضع الصحي لعلاقتنا بالدوبامين ده. ايه اللي حصل بقى بوظ علاقتنا الطبيعية والصحية دي بالدوبامين؟ حصل حاجات كتير قوي. حصل حاجات، مواد بقت هي نفسها لو الانسان استخدمها بتفرز دوبامين كتير، مش بس زي المخدرات والحاجات دي، حاجات اقرب من كده بكتير زي الشوكولاتة. انت اول ما بتاكل شوكولاتة المواد اللي جوه الشوكولاتة دي بتحفز المخ انه يفرز دوبامين. فالانسان اكتشف المادة دي، جربها، اكلها، لانه مبسوط. هو زمان كان فاكر انه مبسوط بسبب الشوكولاتة نفسها، فقال لك طب ما حلو ما اكل منها كتير. بس الحقيقة ان هو مبسوط بسبب ان المواد اللي جوه الشوكولاتة حفزت مخه يفرز الدوبامين اللي هو اصلا مسؤول عن البلاجر والريورد، فبيديله شعور بالمتعة والمكافأة. فبقى بيعمل من السلوك ده كتير علشان دايما يحافظ على حالة الانتشاء والسعادة والفرحة اللي هو فيها دي. جاب شوية بشوية سلوك تاني زي الجامبلينج، زي القمار. لما انت بتراهن بحاجة وتكسب فجأة حاجة كبيرة وانت الافرت اللي عملته صغير قوي، مخ بيطلع دوبامين كتير جدا. فما تبقاش عايز تبطل ده، مش عايز تخسر اللحظة بتاعت البلاجر دي، اللحظة اللي مخك بيفرز فيها كميات مهولة من الدوبامين بسبب الفايرنج ده، بسبب انه ولع في نيورونز كتير عشان يخرج النيورو ترانسميتر ده بكميات كبيرة. فتبتدي تكرر السلوك مرة، في التانية، في التالتة، في الرابعة. نفس الكلام ينطبق على الجيمينج، نفس الكلام ينطبق على السوشيال ميديا. سواء السوشيال ميديا ان انت بتكونسيوم كونتنت بس عمال تتفرج، او بتكريت كونتنت فبيجي لك لايكس وشيرز وسبسكرايبرز وفولورز والكلام ده. الحاجتين دول بيحفزوا المخ يفرز دوبامين، ولما المخ بيفرز دوبامين انت بتبقى مبسوط لانك بيجي لك احساس بالبلاجر، ولما بتبقى مبسوط تبقى عايز تكرر السلوك ده تاني.
كل شوية يجيلك دوبامين سبايك وتبقى مبسوط بيها. فبدل ما السبايكس دي كانت مرتبطة بإنجازات كبيرة عملتها فبتحصل بفريكونسي أو بمعدل منطقي في حياتك، بقت ممكن تحصل كل يوم أكتر من مرة. ده دلوقتي بسبب الموبايلات ممكن تحصل دوبامين سبايكس دي في الساعة الواحدة أكتر من مرة. وده عمل إيه في الخزان اللي كنا فيه نتكلم عليه إن هو محوش الدوبامين اللي جسمك محتاجه، خلاه يفضل. عمل ديبليشن للريسورسز بتاعتك من الدوبامين. وعشان ما عادش في وقت في البيس السريع بتاع الحياة اللي احنا عايشينها دي، والضغط عليك ان كل حاجة لازم تبقى بسرعة، وتتبسط بسرعة، وتفرح بسرعة، وتنجز بسرعة، وتعيش حياتك بسرعة 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 بسرعة، فجسمك ما بياخدش وقت يريبلانش الريسورسز بتاعة الدوبامين بتاعته، بياخدش وقت يملى تاني الخزان بتاع الدوبامين. فيبتدي يحصل لك ستيت عاملة ازاي؟ ستيت اسمها دوبامين ديبريفيشن او نقص دوبامين في جسمك. طيب خد بالك، هو انت اصلا كنت بتعمل سلوك خطر جدا، سلوك عمال يديك دوبامين سبايكس يفرحك قوي، والسلوك ده اللي بيخلي الدوبامين يعلى جامد ينطبق عليه ما ينطبق على اي سلوك ادماني. بمعنى ان في شرطين لو اتحققوا في السلوك بيبتدي يتشاف ان هو سلوك ادماني: التوليرنس والديبندنسي. يعني اعتمادك عليه وهي الديبندنسي، وان الجرعة اللي كانت بتبسطك زمان ما عادتش بتبسطك دلوقتي، حصل تكيف، حصل توليرنس للجرعة دي. فيبقى انت مع الوقت محتاج تزود الجرعة ولا يمكن الاستغناء عنه لانك معتمد عليه. فالنهاردة كان بيبسطك 5 دقايق تقعد تشوف فيهم ريلز، تكونسيوم كونتنت نون ستوب، انت مش واعي للمحتوى اللي بتشوفه اصلا، بس هو عمال يفاير دوبامين في مخك فانت مبسوط. 5 دقايق مبقوش بيبسطوك، بقوا 10، 10 بقوا 15، 15 بقت نص ساعة، نص ساعة بقت ساعة، بقيت طول ما انت قاعد على مدار اليوم ايدك بتجري تطلع الموبايل تفتح بيه اي كونتنت يخرج لك شوية دوبامين. نفس الكلام على اي سلوك تاني بيطلع الدوبامين بالكميات الكبيرة دي. فبقى عندك مشكلة او ازمة الدوبامين ادكشن، انك من هنا ظهر الاكسبريشن ده، من هنا ظهر تعبير ادمان او الاعتمادية على الدوبامين. وفي نفس الوقت ادمان الدوبامين ده واستخدامك ليه بكميات مهولة على مدار اليوم خلاك عندك دوبامين ديبريفيشن، عندك نقص في الدوبامين اللي موجود في جسمك. فانت محتاج الحاجة جدا ولا يمكنك الاستغناء عنها، وهي موجودة عندك كميات قليلة. فايه اللي هيحصل؟ سلوكيات اكتر مضرة، يا اما تستفز المخ يطلع دوبامين اكتر واكتر، يا اما هي في حد ذاتها يبقى فيها مواد تانية بتدي نفس الاحساس. فسواء بقى بعد ما كانت شوكولاتة وكانت شوية سوشيال ميديا، تبتدي تفتح بوابة اكبر على مواد اكثر ضررا لجسمك بسبب سعيك ورا الدوبامين ده. طيب انا النهاردة لو عايز علاقتي تبقى صحية بالدوبامين ده محتاج اعمل ايه؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده هقول لك حاجتين. الحاجة الاولانية، حالة الدوبامين ديبريفيشن او نقص الدوبامين في جسمك بتعمل اعراض شبه الاكتئاب، تعمل حزن مستمر، لان اللي كان بيعمل الانبساط والزقططة قليل. بتعمل وخم، تخليك حركتك نفسها ليزي كده، مفيش حماسة، لان الفايرنج ده بيديك طاقة، بيديك حماسة، بتحس انك عايز تجري وتصرخ وتتشقلب وتعمل كل حاجة نفسك فيها. فدي واحدة من اكبر خطورات حالة الدوبامين ديبريفيشن او نقص الدوبامين في جسمك، اللي بيجي بسبب انك خلصت المخزون،
مش اللي بيجي بسبب انك ما بتاكلش شوكولاته كفايه. عشان انا عارف هتسمع الكلمتين دول تقولك بس يبقى الدوبامين حلو واحنا محتاجينه، يلا بقى نقضيها، اقعد طول اليوم بطلع دوبامين. هو في الاخر خزان ليه سعة، واستخدامه الطبيعي والصحي انه يحصل مع الاحداث الكبيرة. لكن لو العالم اللي احنا فيه، العالم المضر جدا جدا للانسان اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده، بيزق عليك a very fast paced lifestyle that's not healthy at all. يزق عليك ان كل حاجة بتحصل بسرعة. خد فاست فود، اتفرج على كونتنت سريع، بدل ما هتتفرج على كونتنت ساعة خد فيديو 7 ثواني 10 ثواني. كونسيوم 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 كونسيوم. طول ما انت بتكونسيوم، طول ما مخك بيطلع دوبامين، طول ما انا مسيطر عليك. الحاجة التانية بقى هو الفرق بين البلاجر والهابينس. الفرق بين الانبساط والسعادة، او المتعة الوقتية قوي بتاعة البلاجر دي، وبين السرور او الانبساط او السعادة بتاعة الهابينس دي. البلاجر زي ما قلنا بيعمل فايرنج، بيولع في النيورونز في المخ، فيطلع نيورو ترانسميترز بكميات ضخمة جدا، طلع دوبامين بكميات ضخمة جدا، فيديك الدوبامين سبايك دي، ويديك الإحساس بالانتشاء، إحساس بسعادة غامرة، بلاجر فظيع. وده الإنسان definitely بيحبه وبيسعاله، بس هو مش مستدام. وزي ما قلنا بعد الفايرنج ده الجسم بيحتاج يفرمل بقى الشعور ده علشان يعرف يعوض اللي حصل، ويعرف يبني تاني مخزون الدوبامين اللي عنده. فهو دايما مؤقت ومش دايم ومش sustainable، تعرفش تعيش فيه فترات طويلة، ولازم يقلب بالعكس. يعني الانتشاء والهاي قوي ده لازم بيحصل بعديه دروب عشان ترجع للبالانس. بينما على الناحية التانية الهابينس بتعمل في المخ حاجة اسمها وايرنج، بتتوصل النيورونز ببعض، وبتطلع نيورو ترانسميترز تخليك في حالة من السلام، حالة من الهدوء والسكينة والانبساط. بجد بتبقى في سرور وانبساط، وهي steady state تقدر تعيش فيها عمرك كله. هي لا ترهق المخ ولا ترهق الناتشرال ريسورسز بتاعتك من الدوبامين، بل هي بتبالانس وبتساعدك تعيش حياة موزونة بجد، وتقدر تعيش عليها فترات طويلة. فلما تعرف المعلومتين دول تلاقي ان اجابة السؤال بتاع اعمل ايه عشان ارجع علاقتي بالدوبامين علاقة صحية بقت اوضح. محتاج اشوف ايه السلوكيات في يومي اللي بتعمل لي الفايرنج ده، واشوف ايه منها مش محتاجه. لو انا بقعد على السوشيال ميديا اتفرج على كونتنت 8-9 ساعات في اليوم، لا، ممكن ابقى محتاج منهم نصهم بس، والنص التاني اعمل سلوكيات من اللي بتجراوند تساعدني على حاجة اسمها مايندفولنس، تساعدني على اليقظة. المايندفولنس او اليقظة هو مفهوم جميل جدا، مفهوم واسع، وشجعكم تقروا عنه وتتفرجوا على فيديوهات كتير بتتكلم عنه. هو باختصار بيشجعك على انك لما تعمل الحاجة تعملها هي بس. لو انت هتاكل فكل بس، تاكلش وانت بص على التلفزيون، تاكلش وانت بتتكلم في التليفون، تاكلش وانت فاتح جيم. وانا نفسي باكل وانا بعمل الثلاث حاجات مع بعض، كان في التليفون وفاتح التلفزيون وبلعب جيم على الموبايل وباكل. فدي مش مايندفولنس خالص. المايندفولنس بتبعدك عن الدوبامين سبايكس الغير مطلوبة، وتساعدك تبقى هابي اكتر، تساعدك تبقى سعيد ومبسوط اكتر. ان انت بتركز في الحاجة، تبتدي تستخدم كل حواسك علشان تانجيج او تتفاعل مع الحدث اللي انت عايش فيه. هتلعب رياضة، العب رياضة بس، متقعدش تتمرن وتروح تبص على الموبايل، تبص في شاشة التلفزيون واصلا بتابع الماتش
وبتكلم مع صاحبي وبسمع مزيكا وبتمرن. ده مش mindfulness. you need to be mindful. محتاج تبقى يقظ في الأفعال اللي انت بتعملها. هتقعد تتكلم مع واحد صاحبك، ولا تقعد تتكلمي مع صاحبتك، ولا مع خطيبك، ولا مع مامتك، يبقى هو ده اللي بنعمله دلوقتي. دي mindfulness. دي واحدة من التولز اللي تساعدك تظبط علاقتك بالدوبامين في يومك العادي. من الحاجات القوية جدا جدا اللي بتزق الهابينس وبتساعد عليها وبتأكد جواك الشعور بالانبساط وبالسرور وبالرضا هو الجراتيتيود أو الامتنان. مش كمفهوم، كبراكتس، كتدريب أو تمرين يومي. جرب اعمل اللي أنا هقوله لك في الدقيقة اللي جاية دي لمدة أسبوع بس، وشوف أثر ده في حياتك هيبقى عامل إزاي. تمرين الامتنان أو gratitude exercise ببساطة إن حضرتك مطلوب منك كل يوم تجيب 5 أشخاص أنت ممتن ليهم في يومك ده. عايز تعمل ده الصبح أول ما تصحى، عايز تعمل ده بالليل قبل ما تنام، عايز تعمله الاثنين، فأنت عندك 3 خمسات كده ورا بعض بتبدأ بيهم. 5 أشخاص ممتن ليهم في حياتك، 5 نعم من ربنا ممتن ليه إن هو رزقك بيهم، 5 حاجات أنت عملتها وممتن لنفسك إن أنت عملتها. لما بتثبت التمرين ده وتخليه جزء من حياتك، مخك بيبقى عارف إن مطلوب منه تاسك كده كل يوم، إن أنا هيطلب مني 15 إجابة على 15 سؤال، فأنا هحضر من بدري وهركز طول اليوم في الحاجات الإيجابية، فأقدر يبقى معايا 50 و100 و200 إجابة كمان. فأنا بلاقي نفسي بشفت مخي من إن هو بيدور على الدوبامين سبايك، دور على حقنة الدوبامين اللي تخليه في منتهى الانبساط وبعديها ب5 دقايق يحزن ويوخم تاني، بقى على طول شايف نعم كبيرة حواليه، على طول شايف أسباب كتير للفرحة والسعادة حواليه، فما بقاش معتمد أو ما بقاش مدمن للشمة أو السبايك بتاعت الدوبامين. جربوا الحاجات دي، خليكوا يقظين وخليكوا ممتنين لنعم ربنا كتير جدا وللناس الطيبة الحلوة كتير جدا في حياتكوا ولنفسكوا. أهم حاجة كل مرة بتعمل فيها فعل كويس صحي بيقربك أكتر إنك تعيش حياة صحية، خليك ممتن لنفسك، وبإذن الله هتلاقي علاقتك بالدوبامين رجعت طبيعية تاني. تعرف تعمل الدوبامين ديتوكس ده، تعرف تقلل الحاجات في يومك اللي بتعمل لك الدوبامين سبايك، وتعرف تعيش وتخس وتعمل كل اللي انت عايزه في حياتك وانت مبسوط. اشوفكم في حلقة جديدة بودكاست انت تخنت كده ليه. باي باي.